اكبر متحف اثري في العالم، المتحف المصري الكبير. خلونا ناخد جوله سريعه فيه. المتحف ده مش مجرد مكان بيعرض اثار، دي تحفه مصريه مبنيه على مساحه 500,000 متر مربع في قلب الجيزه. خليني اقول لك يا سيدي الفاضل ان المتحف المصري القديم كانت مساحته 13,600 متر مربع. انت متخيل الفرق؟ ايه العظمه دي يا جدع؟ وهنا بقى المفاجاه الكبيره، كل كنوز توت عنخ امون لاول مره هتتجمع وتتعرض في مكان واحد. اكتر من 5000 قطعه اثريه، منها التابوت الذهبي والعربه الحربيه وكل حاجه كانت في مقبرته الاصليه. وده لوحده كفيل انه يخلي العالم كله يجي الجيزه مخصوص. الفرق يا سيدي الفاضل بين المتحف المصري القديم والجديد ان القديم كان بيحكي لك عن مصر القديمه، الجديد بيخليك تعيش مصر القديمه، بيخليك تمشي بين ملوكها وتشوف حضارتها زي ما كانوا شايفينها بالظبط. بيجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين هيبة التاريخ وابتكار العصر. تاريخ أرضه وبلاده بيجري جوه دمه. المتحف المصري الكبير مش بس مبنى، دي رسالة واضحة للعالم كله إن مصر مش بتحافظ على تاريخها بس، دي بتعيد تقديمه للعالم من أول وجديد بأحدث تكنولوجيا وبأجمل شكل ممكن. احنا بنتكلم عن مشروع بيخلي كل مصري يرفع راسه، لان ده مش ماضي، ده حاضر بيقول ان المستقبل لسه مصري. فرحة الملوك يعني رمسيس وحتشبسوت، فرحة اجدادي فرحة 1 نوفمبر افتتاح المتحف المصري الجديد. ما تقولش نسيت، انا يوم تحنيط جدك جه. وما تنساش كفايه انك عظيم في نظر نفسك، وانك تعمل لي فولو عشان تعرف مني حاجه عن كل حاجه. طريق السلامه انت.